وجينا لكم بقى برابع يوم في مصيف مارسيليا بيتش فور للاسف، واخر يوم. احنا رحنا 4 ايام. لو انتوا شفتوا الفيديوهات اللي فاتت هتعرفوا ان انا بتكلم عن ايه، واللي ما شافش بقى الفيديوهات ينزل بقى يشوف ينزل على القناه كده الفيديوهات اللي قبل دي. هيلاقي واحد شنطه السفر، وهيلاقي واحد اللي هو تجميع اول 3 ايام، وهيلاقي فيديو تاني بالفيلا. يعني ايه، اعملوا جوله كده في القناه هتعرفوا مارسيليا بيتش فور. اول مره اروحها، بس هي بصراحه يعني عجبتني قوي. بعد بقى ديزرت روز طبعا، اللي احنا رحناها قبل كده في الغردقه، بس للاسف اسعاره رفعت قوي. بس والله الجو هناك في الساحل جميل قوي برضو، احسن من الغردقه. هو اختلاف طبعا ان بس ديزرت روز في اكل وكده، ما بنعملش اكل، وفي تنظيف برضو مش هننضف. يعني احنا اول يوم بنستلم بس الفيلا متنضفه، لكن بعد كده للاسف احنا اللي بننضفها كل يوم. لكن الفندق بقى غير كده، كل يوم بتخرجي تاكلي وتروحي البول وتروحي البحر وترجعي تلاقي ايه، المكان بتاعك متنضف. بس يلا بقى مش مشكله، بعد ما الدنيا غليت كده هنعديها. وبعد كده بقى ايه، انا قلت لكم في الفيديو اللي فات احنا ما رحناش خالص، ما صورتش معاكم البول اللي ورا الفيلا. وقلت لكم برضو ان انا هصور معاكم سوبر ماركت اماكن، عشان احنا خدنا حاجات كتير معانا واحنا رايحين، والشنط ما بقيناش عارفين بصراحه نحطها فين. وفي نفس الوقت لما رحنا لقينا الديب فريزر للاسف هناك مش شغال، لقينا بس التلاجة اللي شغاله. مع العدد دوت كان صعب بقى ايه، التلاجة يدوب حطينا الحاجات بالعافيه، وفي عيش اتحط في التلاجة من تحت. احنا كنا عاملين حسابنا بقى ان في ديب فريزر، واخدين فراخنا متبله، واخدين الكفته، كنا جايبين كفته من على صفحه على النت يعني، واخدين البرجر بتاعنا والستريبس وكده، وعاملين حسابنا ان احنا ايه مش هنشتري حاجه من هناك عشان احنا ما نعرفش الاسعار هناك ايه. واخدين حاجه ساقعه، واخدين الحاجه الساقعه معانا برضو من البيت، وكنا واخدين كل حاجه، شاي، سكر، رز بسمتي، طماطم، خيار، كل حاجه كنت واخداها من هنا. بس اما رحت بقى السوبر ماركت اللي انا هوريكم الحاجات اللي فيه، قلت ايه يا ريتني ما خدت حاجه. بس الواحد ما بيتعلمش ايه بلاش. المره الجايه ان شاء الله لما نيجي نروح مش هناخد حاجات كتير. ولبن بقى خدت برضو معايا لبن عشان النسكافيه وكده. بس رحت هناك في اماكن برضو لقيت الاسعار بتاعته زي اي حته، بالعكس ده انا شايفه في كارفور اللبن بخيره نازل عليه عرض الكيلو ب35 جنيه، في حين ما شاء الله هناك الاسعار، يعني اللي انا بقول لكم عليه اللي هو سوبر ماركت اماكن اللي احنا هنخشه معاكم دلوقتي دوت، شايفه فيه اللبن بخيره هناك الكيلو ب35 ونص ب20. هوريكم حبه حاجات، انا للاسف مش هدقق في الاسعار قوي عشان كنا مستعجلين. بس بقى ايه، هتشوفوا ان كل حاجه هناك، وهناك اسعارها كل الشيبسيات ام 10 ب10، اسمها ايه دي، الدومتي اللي هو الكرواسون او السندوتش الكرواسون والحاجات دي كلها بنفس سعر بره ب10 جنيه برضو. برضو ايه تاني، المية بقى هناك اللي هي انت هناك طبعا ما بتستخدميش مية من الحنفية، مية من الحنفية بتستخدمي فيها غسيل مواعين، بتستخدمي فيها، لكن اكل وشرب وكده لو انت هتستخدميها في الاكل تعملي بيها اكل او تشربيها لازم اللي هي القارورة دي. والقارورة هناك برضو كانت ب85 جنيه في السوبر ماركت اماكن. وده ايه اول يومين لما احنا رحنا، اول يومين كنا بنجيب من هناك. بس عرفنا برضو في سوبر ماركت اسمه نعمة هناك، في قرية جنبنا اسمها قرية اللؤلؤة. لو انتوا حابين الرقم برضو ممكن احطه لكم لو انتوا عايزين تجيبوا حاجة من السوبر ماركت ده. قرية اللؤلؤة دوت اللي انا بقول لكم عليه اللي هو سوبر ماركت نعمة ده فيه المية دي اللي هي القارورة دي ب75 جنيه، وبيوصلها لك ب20 جنيه. يعني ممكن تطلبي يعني عدد القارورة اللي انت، يعني احنا كنا بنستخدم اكتر من واحدة في اليوم، بس طبعا احنا كنا عدد، ممكن انتوا اعدادكم اقل فهتستخدموا حسب استخدامكم. يعني جربوا استخدامكم هناك وهتعرفوا بقى ايه هتستخدموا قد ايه، وهاتوهم بقى بيبعتوا لكم توصيل بس 20 جنيه. وزي ما انتم شايفين السوبر ماركت هنا في كل حاجة فريش، في جبنة، وفي سوري، وفي بطاطس، وفي ليمون، وفي كل حاجه، وبصل وكل حاجه. وعندنا الفينو هنا برضه عشان كنا واخدين معانا فينو برضه، ما كناش عاملين حسابنا ان هنلاقي حاجات زي كده. وعندكم بقى جبن برضه باللي هي الاوزان، وفي جبنه علب برضه، وفي لانشون اوزان، واللي انتوا عايزين. وفي اطباق في اللي هو برضه كل الحاجات دي كلها موجوده، يعني يعتبر سوبر ماركت كامل متكامل. وطبعا عندك ايه، لو انتوا برضو يعني في عربيه للاسف احنا التويوتا اللي كانت موديانا ما رضيتش تحول بينا. ليه بقى، احنا عدينا على مارينا 4 ومارينا 5 ومارينا 6،
اللي احنا اللي مأجرين منه الاونر قال لنا ايه، قال لنا لو انتوا هتعدوا عدوا على مارينا الناحيه، يعني احنا كنا الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه عدينا على مارينا 6. قال لك الناحيه التانية في مارينا 5 وقبله على طول او بعده حاجه زي كده يعني هو قال لي لو التويوتا تعدي الناحيه التانية هتروحوا ايه، هتروحوا فتح الله هناك وجمله ماركت، اسعارها برضو طبعا زي ما احنا زي فتح الله هنا وكده. بس للاسف هو مرضيش التويوتا تعدي، يعني انتوا لو رايحين بعربيه خاصه بتاعتكم هتقدروا تعدوا. وهنا بقى ايه زي ما قلت لكم احنا رحنا بقى بالليل، خرجنا بالليل. والمراجيح دي بقى للاسف برضو للملاك، عشان خاطر انا كنت في الاول رايحه كنت فاكره ان ايه اي حد يركبها، بس لا طلعت للملاك. وبعد كده هنا بقى ايه بعد ما قعدنا قعدتنا والاولاد لعبوا شويه في الملاهي وكده، لقينا في حفله الساعه 11 ونص تقريبا، من 11 لا اما من 11 ونص لغايه ايه لغايه الساعه 1. بس احنا ما قعدناش للساعه 1 للاسف عن الحفله يعني. بس الحفله كانت حلوه. كان مين بقى جايبينه النهارده هتشوفوا بقى دلوقتي. وكانوا عاملين قعدات حلوه كده. والمكان ده بقى ايه ده كله على البحر وعند البول كده اللي هو البول اللي عند البحر ده. فيه بقى ايه في اللي هو بابا جونز زي ما قلت لكم قبل كده، وفي سينابون، وفي المطعم الكبير اللي انا بقول لكم عليه اللي هو حاجته غاليه قوي اللي احنا ايه ما جبناش منه. في حبه حاجات هنا برده يعني القعدات هناك حلوه. جينا بقى زي ما انتم شايفين المكان ده بتاع البارتي ده بيعملوا تقريبا كل جمعه، يعني احنا للاسف ما نزلناش يوم الخميس هناك، بس رحنا يوم الجمعه لقينا ايه الحفله اللي عاملينها. ممكن يوم الخميس كانوا بيعملوا، بس احنا نزلنا تاني يوم، احنا رحنا الثلاث نزلنا يوم الاربعاء لا ما كانش فيه حفلات، يعني هي لا ممكن الخميس لا اما الجمعه بس. والمكان ده بقى زي ما انتم شايفين، وهوريكم بقى كمان مولعين نار كده. وللاسف بقى النار دي في الاول كانت عملت عينينا خالص، كل شويه كل ما تحاول يعني ايه كل ما الخشب يخلص يحطوا خشب تاني. بس بعد كده لقيناهم بيوزعوا مارشميلو، معرفش بقى هو الهدف ان هم يعملوا زي شو كده، وهو تقريبا زي شو. وبعد كده بقى الاولاد لما وزعوا عليهم المارشميلو راحوا بقى ايه بقى يعملوا المارشميلو على النار يعني. والفنان بقى اللي جه بقى اللي في الحفله ده اسمه ادهم سليمان، انا اول مره اسمع عنه بصراحه، انا يعني ايه ما بقتش يعني مش بتابع اول المغنيين الجداد مين اسمه ادهم سليمان، بس صوته جميل على فكره، وقعد يغني كام اغنيه. وبعد بقى ما غنى كام اغنيه الاولاد عشان احنا كنا الاول قايلين لهم هتركبوا عجل وكده، قالوا لا احنا عايزين نروح نركب عجل. طب اقعدوا بقى نسمع شويه، قالوا لك لا. قعدنا سمعنا اغنيتين 3 كده ورحنا قايمين بقى ايه راحوا بقى الاولاد ركبوا البيتش باجي، اللي ركب البيتش باجي واللي ركب عجل وكده. وقعدنا بقى شويه، بس المكان يعني بتاع البيتش باجي مش لذيذ قوي، هو الاولاد اللي استمتعوا بيه. وبعد كده بعد ما خلصوا ركبوا شويه حتى لولو اهي. وميدو بقى للاسف ما كانش باين قوي في التصوير فما صورناش يعني وهو بيلف. وبعد كده جينا بقى قعدنا بالليل بقى على البسين كده، كانت قعدته بقى جميله قوي. تحس ان انت ايه هدوء اعصاب كده، والقعده بتاعته حلوه. بس للاسف بقى ايه ده كان اخر يوم وخلاص بقى اول مره نيجي نقعد على برضو البسين كده، يعني احنا في يوم رحنا قعدنا بس شويه بقى على الملاهي وشويه مش ما قعدناش يعني ما استمتعناش بقعده البسين كده. والمكان يا جماعه عايز اكتر من 4 ايام، عايز اسبوع حلو قوي، اسبوع عشان تقدري تستمتعي بالمكان. وبكده بقى نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. والسلام عليكم.